ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آه انا النهارده كنت لابسه ونازله ورايا مشوار، جالي بقى الطرد بتاع الست اللي هي مرجعاه. تعالوا كده نفتحه سوا مع بعض ونشوف هي ما كانش لها نصيب في ايه. تمام، بصوا الطرد مقفول، الحاجه بتروح مشحونه كده يا جماعه تبع البريد. انا ما بديهمش كرتونه، هما اللي بيحطوا لي الشغل في كرتونه. تمام، يعني الشغل لما بيجيلك في كرتونه بيحطوا لك الشغل في كرتونه، فمن الطبيعي هيحاسبوك على الكرتونه، ما هم مغلفين لك حاجتك ومظبطين لك حاجتك ان هي تجيلك بسلام، فاكيد هياخدوا حسابها. الناس اللي بتقول لي ما الكيلو بيقف كده على 100 علشان خاطر الكرتونه وعشان خاطر الشحن، بلاش تاخدي. يعني انت بلاش تاخدي، انت مستغليه الشحن، مستغليه الحاجه، بلاش تاخدي الشحن يا جماعه ب100 جنيه. تمام، انا كنت بقول بيبدأ من كذا وكذا، لا انا بديكي سعر اكبر بقى، حابه تاخدي مني تمام اهلا وسهلا، مش حابه لا ضرر ولا ضرار، محدش يطلبني في شغل. تمام، دلوقتي انت ولا بتروحي مصنع، ولا بتتبهدلي في المواصلات، ولا بتلمي من تحت ترابيزات، ولا بتشيلي على راسك وتجري في ايديكي، انت الحاجه بتجيلك لحد باب البيت وانت معززه مكرمه، يعني لا بتنهاني ولا بتتبهدلي. فايه 100 جنيه اللي هي ما عادتش بتجيب فطار اصلا؟ اوردر زي ده جايلك جاي بقد ايه؟ ب228، يعني الاوردر ب228 جنيه، حاجه جايلك ببلاش. هو ال 228 جنيه دول ولا ال 300 جنيه دول بيجيبوا ايه دلوقتي علشان خاطر انت ترجعي اوردر زي ده؟ تعالوا نفتحه كده سوا مع بعض. والله انا لسه ما شفته. والله انا كنت لابسه ونازله، قلت والله لا اصور الفيديو ده قبل ما انزل. ايدي بقى ثواني، الكرتونه لسه ما انفتحتش، عشان لو حد قال ان الكرتونه انفتحت او انا فصلت، لا فصلت عشان كنت برد على التليفون. تمام، الشنطه من الكرتونه، اقسم بالله انا ما اعرف فيها ايه، عشان الناس اللي بتقولي نقلنا حتت كبيره. بصوا انا بصوا انا مش هتكلم. ادي 1 2 3 4 متر، حته قماشه 4 متر، 4 متر. تمام، بصوا ده كرسي، يعني كان معمول وطلع مثلا فيه غلطة فبيركنوه. بصوا معمول كرسي، وادي الحتة التالتة. يعني دلوقتي يا مؤمنة يا اللي موحدة بالله، انت جايلك قماش ما راحش للزباين كلها، يعني القماش بتاعك ده ما راحش للزباين كلها، حتة قماشة 4 متر ما فيهاش غلطة، ما فيهاش غلطة، والكيلو على 70 جنيه ولا 80 جنيه. الاوردر كله ده جايلك على بعضه ب288، يعني ده هتطلعي منه يجي 10 كفرات مراوح. احسبي كده لو حسبت ال10 في 30 ولا في 40، غير القماشة التانية دي اللي ممكن تطلعي منها حاجات كتيرة قوي. انتوا يعني انا مش فاهمة انتوا بتتكلمي ازاي انك ترجعي حاجه؟ انت اصلا ده انا بقيت اقول لها افتحي الاوردر، لو ما عجبكيش ماشي. امبارح برضو واحده كلمتني قالت لي الاوردر بتاعي وصل وانا المفروض ادفع له 250 وفي زياده وانا بعتلك 100 جنيه. قلت لها هبعت لك الفلوس على فودافون، على فودافون كاش، وافتحي الاوردر.
ان مفيش حاجه عجبتك يا ستي هبعت لك فلوسك كلها وخلي القماش. يا جماعه انا نفسيتي تعبت، اقسم بالله العلي العظيم انا نفسيتي تعبت لما الاقي 100 رساله على التليفون كله بيستفسر عن انواع القماش وبيستفسر عن الحاجه، والناس اللي رايح لها الشغل مستغليه ال 100 جنيه شحن. يا جماعه اللي هيستغل ال 100 جنيه ما يطلبش مني شغل. يعني انت هتستغلي ال 100 جنيه الشحن ما تطلبيش مني شغل. انا مش ملزومه اتحمل منك مصاريف شحن، ولا ملزومه ان انا اتبهدل واتمرمط عشان اروح اجيب قماش. على فكره انا اللي خلاني اتواصل، انا كنت عامله الموضوع ده عباره عن ايه بقى، تعالوا كده، عباره عن انا عندي قماش وعايزه اصفيه، ما هو موجود عندي وانا مش قادره ان انا اعمله، فاقترحت الفكره دي عليكم اللي عندها مكنه وحابه انها تشتغل. لقيت في قابليه رهيبه، اللي بتربي في ايتام واللي جوزها تعبان واللي ربنا يشفيها يا رب عندها كانسر وعايزه تساعد وتشتغل وتطلع من القرف اللي هي فيه، ده ما يبقاش ذنبي. يعني انا القماش اللي عندي خلص، فعشان ما احبطش حد وما بقاش زي ما انا مديتكم امل ارجع اخيب املكم تاني، عملت كده ورحت للمصنع وساعت هنا وهنا وهنا وهنا. تقومي انت تخسريني 150 وانت الحاجه اللي انت جايلك اصلا ما تعرفيش هي جايلك فيها ايه. افتحيها وشوفيها. يعني الست اللي انا بعت لها ال 130 جنيه امبارح على فودافون كاش والله العظيم احرجتني باسلوبها. قعدت تقول لي قولي لي طيب مصاريف الشحن ايه وانا ادفعهم لك، انت كده مصاريف الشحن كتيره ومش كتيره وانت شلتي معايا. ذوقها خلاني اقول والله ما انا عايزاهم، انا مش عايزاهم يا جماعه. يعني لازم أن يكون في تقدير. انت ولا نزلتي مصر ولا اتبهدلتي، انا كنت بمشي بالشنطه على راسي ودموعي على خدي وبقول انا بعمل كده ليه. اقسم بالله العلي العظيم انت قاعده في بيتك معززه مكرمه، الحاجه جايلك لحد باب البيت. انت شفتي حته قماشه 4 متر هتطلعي منها بياضات لركنه 8 متر. يعني حته القماشه دي 4 متر هتطلعي منها بياضات لركنه 8 متر. انت متخيله؟ ده غير اللي الكرسي التاني وغير الحته التانيه اللي ممكن تعمليها مفرش ترابيزه، وغير الكرسي اللي دوت انت لو فككتيه هتعملي منه بلاوي، هتعملي منه حاجات كتيره قوي. لكن انت اللي رفضتي نعمتك بايدك وانا مش مسامحاكي، والله العظيم ما انا مسامحاكي. قلت لي اصل انا شغاله شركه ايرجنت بتاخد مني 60 جنيه و50. قلت لها انت كدابه، ده انا متعامله مع شركه ايرجنت اقل شحنه، وادخلوا ردوا عليا ان كنت بكذب عليكم. اقل شحنه اللهم صل على سيدنا محمد ب 80 جنيه. انا هنزل علشان خاطر مستعجله، واستنى الفيديو الجاي ان شاء الله يبقى احلى من ده بكتير. ودعوه حلوه من قلب، وما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم.